السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهارده جايه وجايبه لكم فيديو جديد حلو جدا. هقول لكم على الكفر بتاع المراتب. انا قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو عنه، وكمان كفر بتاع المرتبه الكبيره. بصوا اهو الحاجات موجوده، وكمان جبت فوط هوريها لكم. يلا بينا نفتح كل حاجه قدام بعض، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. يلا بينا ونجيب اول كفر معانا. بصوا ده اول كفر معانا، ده بتاع السرير الكبير، مقاسه 160. الماركه بتاعته اسمه سليب بلس. تحفه، حلو جدا جدا. بصوا انا عايزه بس اوريكم الخامه من بره عامله ازاي. شايفين؟ تحفه، حلو جدا جدا، تقيل قوي، تقيل جدا. ده بتاع السرير الكبير، مقاسه 160، سعره 550 جنيه. تمام. بصوا الاستيك بتاعه تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى نبص عليه من جوه، ودي النقطه المهمه جدا. الجلد ده حاجه مهمه قوي قوي قوي. انا عايزه اوريكم الجلد وجماله. بصوا الجلد لما بيكون جلد خفيف بيقطع بسرعه جدا، لكن ده جلده تحفه جدا وتقيل وحلو قوي قوي قوي. سعره كام؟ سعره 550 جنيه، وتقيل جدا من فوق. بصوا فرو كده تحفه، حلو جدا جدا. والاستيك بتاعه زي ما وريتكم، وكمان الجلد بتاعه يجنن. انا اتكلمت في الموضوع ده لما عملت لكم تنظيف المراتب. مهم جدا انكم تجيبوا كفر للمرتبه، وكل ما تجيبوا كفر احسن يعيش معاكم اطول. الجلد من جوه يكون حلو، ما يكونش من الناعم اللي مع الفرك بيتفرتك. هاتوه على قد ما تقدروا، يكون سعره كويس ويكون تقيل والجلد بتاعه يكون حلو ويكون فرو من فوق زي ما انتم شايفين كده. تمام. دي اول حاجه معانا النهارده، الكفر بتاع السرير الكبير. الكفر الثاني اللي هو بتاع السرير ال 120. نبتدي نفتحه. بصوا مكتوب عليه 120 اهو في كيسه. ده الكفر بتاعي. حلو جدا جدا. بصوا هو فرو بس مش زي الكبير. الكبير الفرو بتاعه اتقل. تمام. هو زي الفوطه كده من فوق، حلو جدا جدا، بس مش زي الكبير. الفرو بتاع الكبير اعلى. من جوه الجلد بتاعه تحفه، نفس الجلد بقى، الجلد بتاعه نفس الجلد. بصوا الجلد ده حاجه مهمه جدا، اي حاجه وقعت اي حاجه اتكبت يحملنا المرتبه. تمام. وده الاستيك، استيك حلو برضو، تحفه. اهم حاجه الخامه بتاعتنا تكون حلوه عشان تعيش معانا اطول فتره ممكنه. الكفر ده مقاسه 120 لسرير 120، سعره 300 جنيه. تمام. سعره 300 جنيه، حلو جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم وهفضل اقول، الكفر قبل المرتبه، الكفر قبل المرتبه زي ما انتم شايفين كده. بصوا حلو قوي قوي قوي. طيب التاني طبعا انا جايبه كذا حاجه، نفس انا جايبه كذا واحده من الصغيرين عشان سراير الولاد، جايبه 4 نفس الشكل. طبعا مش هفتحهم تاني. تمام. معانا بقى الفوط التحفه دي. بصوا حلوه جدا جدا جدا. سعرها عامل 600 جنيه او 625. حلوه جدا جدا. هفتحها معاكم دلوقتي. مكتوب عليها تويست. بصوا السعر اهو 630. ثانيه واحده. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما جبتها ما رضيتش ان انا افتحها عشان افتحها معاكم. فطبعا فيها لزق وفيها حاجات.
حلوين جدا ما شاء الله، والوانهم تحفه، 6 مع بعض. يلا بينا بقى نفتح فوطه فوطه كده واوريها لكم. بصوا الفوطه قطن حلوه، عشان اكون صريحه معاكم هي مش تقيله قوي، معرفش بقى بعد الغسيل تتقل ولا لا، بس ما فيهاش مثلا جبير من هنا. وانا بنصح البنات بالحاجات دي لان انا كان عندي فوط كتير فيها جبير بقى وفي تطريز والحاجات دي، بيبقى شكلها حلو، حلو انك كعروسه تجيبي منها بس مش كتير. الفوطه فعلا اللي هتنفعك بعد كده في الاستعمال هي الفوطه القطن. الفوطه القطن دي بتشرب الميه مش بتخربش، يعني دايما كان جوزي مش بيحب ابدا اي حاجه فيها تطريز او الحاجات اللي فيها جبير، يقول لي بتجرحني في جسمي. فبصراحه هي شكلا حلوه جدا جدا وبيكون سعرها اعلى، بس مش عمليه. انت لو عروسه هاتي منها عشان يكون موجوده عندك منها، ولكن القطن هي الاساس. على قد ما تقدروا هاتوا قطن، القطن حلو جدا جدا. تمام. انا مش انا اللي اشتريتها والله صراحه، هو جوزي هو اللي جابها، فهي لو على التقل هي مش تقيله جدا. فمعرفش طبعا من يوم ما اتجوزت ما كانت الفوط اتقل من كده بكتير، معرفش هو بقى ده الطبيعي ولا في اتقل من كده. بصوا اهي عشان اكون صريحه معاكم، هي مش خفيفه ومش تقيله، وسط، تحفه، حلو جدا. وفيها رسمه هنا اهي. تمام، هي دي الفوطه اهي. طيب طلع لكم واحده كمان حلو قوي، اللون التركواز ده يجنن بجد، حلو جدا. بصوا هي الفوطه حلوه صراحه، خامتها وسط، عشان اكون صريحه خامتها وسط، وممكن تكون دي احسن خامه نازله يعني، لان احنا زمان على ايامنا كانت الحاجه بتبقى تقيله قوي. شايفين؟ حلوه جدا صراحه ولونها حلو، ويعني مش خفيفه قوي، يعني حلوه حلوه جميله جدا. دي الرسمه اهي، تحفه. الستة دول عاملين 630، الستة عاملين 630. تمام. طبعا البنك دي انا فتحت لكم واحده بنك، فتحت لكم الرصاصي. بصوا الرصاصي دي برضو حلوه قوي اهي. بصوا دي البيج، تحفه. تقيله مش خفيفه يعني، ولا هي خفيفه ولا تقيله قوي، حلو جدا. دي الاخيره طبعا في 2 بنك، فطبعا مش هوريكم البنك تاني. بس ده الفيديو بتاع النهارده، حبيت ان انا اوريكم الحاجات اللي جبتها، وزي ما قلت لكم ان انا كنت هكلمكم على الكفرات في فيديو لوحده. اهم حاجه في الكفر يكون تقيل، اهم حاجه يكون الاستيك بتاعه حلو، والجلد اللي من جوه يكون حلو، ما يكونش ناعم عشان مع الفرق ما يتقطعش. وقلت لكم على الاسعار. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايكات كتير جدا وشير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. كان معاكم اميره عيد من قناتي ومملكتي مملكه سندريلا. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.